كتير من الفنانين مؤمنين بوجود السحر، وأعلنوا تعرضهم لسحر أسود وإزاي أثر عليهم، وقالوا الكلام ده في لقاءات تلفزيونية وصحفية أكتر من مرة، وحكوا إزاي اتخلصوا منه. منهم الفنانة حورية فرغلي اللي قالت في أكتر من لقاء تلفزيوني إنها تعرضت للأذى بسبب السحر الأسود، بس ما قالتش مين كان عامل لها السحر ده، وإنها لقت طلاسم في بيتها وسحر مكتوب فيه إنها لا تنجب وتمرض، وإنها كانت بتشوف ناس في البيت منهم أطفال. كمان الفنانة سمية الخشاب قالت إنها تعرضت للأذى الجسدي بسبب سحر اتعمل لها، وعرفت بالصدفة بعد ما اتقبض على الدجال، وقال من ضمن اعترافاته إن في فنانة جاتله عشان يعمل عمل لسمية الخشاب بالمرض. رانيا يوسف كمان قالت في لقاء ليها إن طلاقها من المنتج محمد مختار كان بسبب السحر، وإن اللي عمل كده طليقته الفنانة نادية الجندي. كمان الفنانة السورية سوزان نجم الدين قالت إنها كانت واقعة تحت تأثير السحر والأعمال، وإن في زميلة ليها في الوسط الفني عملت لها سحر عشان تدمر مسيرتها الفنية، وإنها اتخلصت من اللعنة دي على إيد شيخ فكلها العمل. المطربة اللبنانية هيفاء وهبي قالت في تصريح قديم ليها إن الفنانة رولا سعد بتستعين بعراف تونسي عشان يوقف حال هيفاء، وقالت إن رولا عملت كده زمان عشان تخطف خطيبها السابق منها، ولما فشل السحر في ده طلبت من العراف يوقف حال هيفاء. وفي جريدة تونسية قالت إن اسم العراف حسن الشرني. وكمان الفنانة شهيرة صرحت وقالت إن في فنانة مشهورة عملت لها سحر أسود، عمل لها مرض جلدي كان هيشوهها، وما كانش في دكتور قادر يعالجها، بس هي عالجت نفسها بالقرآن. الفنانة فيفي عبده قالت إنها طول الوقت بتخاف من الحسد والسحر بعد ما عرفت إنها مسحورة بسحر أسود اتسبب في زيادة وزنها وإصابتها بأكتر من مرض، وإن في راقصة مشهورة هي اللي عملت لها السحر. الفنانة نجلاء بدر هي كمان قالت إنها تعرضت للسحر، وكل يوم كانت بتشوف كابوس، واضطرت تستعين بشيخ كان بيقرأ في بيتها سورة البقرة 7 أيام ورا بعض لحد ما اتحسنت. المطربة الإماراتية أحلام والفنانة الكويتية شمس اتهموا بعض باستخدام السحر والشعوذة. شمس قالت إن أحلام بتستخدم السحر في علاقاتها مع كبار الشخصيات لإقامة حفلات غنائية بدول الخليج، وردت أحلام بالسخرية: أكبر ساحرة على مستوى الخليج تطبخ للناس وتأكلهم سحر، في إشارة للمطربة الكويتية شمس. ومش الفنانات الستات بس اللي قالوا إنهم اتعرضوا للسحر، لا، في كمان فنانين رجالة قالوا كده، منهم الفنان أحمد فلوكس اللي صرح وقال إنه تعرض للسحر وحصل له مشكلة كبيرة في عينيه، وإنه استعان بشيخ فكله العمل بقراءة القرآن، وقال: عارف إني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني حقي مش هسيبه، وأقسم بشرف أبويا إني أنا يا الشيطان اللي بيدمرني، ومش هسيب حقي، ويا أنا يا هو في الدنيا. وما قالش يقصد مين بالكلام ده. الفنان سعد الصغير أكد إنه تعرض للسحر كتير، وسافر المغرب أكتر من 18 مرة عشان يخلص من السحر اللي كانت عاملاه الراقصة شمس اللي كان متجوزها عرفي. أما المفاجأة الكبيرة كانت في تصريح المطرب إيهاب توفيق لجمهوره إنه تعرض للسحر، وإن واحد من المطربين رماله عمل في بيته، وإنه كان بيشوف حاجات غريبة وحياته اتقلبت سواد.